وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. قبل بقى ما نبتدي الفيديو يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس ما تنسينيش بقى في لايك كده وكومنت حلو منكم، انا بفرح بتعليقاتكم جدا، وان شاء الله كده قناتنا تكبر بيكم. يلا مع بعض بقى، احنا كنا فين؟ احنا كنا بره كده خرجنا، فطبعا جانا عايزه تاكل حاجه حلوه. هاتيلي يا ماما حاجه حلوه. طبعا رحنا عند بلبن على اساس ان احنا نجيب القشطوطه. المهم لقينا بقى حاجه تانية نازله جديده اسمها الامباليه. ايه؟ جانا مكسوفه اصلا تقولي الاسم. قلت لها قولي الامباليه، قالت لي لا يا ماما خدي انت اطلبي الاوردر. قلت لها ماشي. المهم ايه، فطبعا لما جبناه بقى قلت لهم لا اوعي تفتحيه، احنا لازم نجربه معاكم زي ما احنا متعودين ان كل فيديو او كل حاجه بنجيبها من بره بنجربها معاكم. قلت كمان لازم طبعا لما ينزل الامباليه ده واجيبه كمان لازم كمان اوريه لكم عامل ازاي وايه الاسعار، وكمان ايه نجربه مع بعض. وزي ما احنا متعودين وعملنا قبل كده القشطوطه، وكمان عملنا القشطوطه وايه تاني؟ في حاجه تانية عملناها، الكشري بلبن صح؟ ايوه عملت معاكم القشطوطه وكمان الكشري بلبن بعد ما جبناه من بره وشوفنا ايه المكونات كمان بنعمله في البيت. بصوا احنا يعني بنجيب اي حاجه من بره بنجربها معاكم. زي اسمها ايه دي؟ الايه؟ الامباليه. جانا مكسوفه تقولي الاسم. الامباليه جانا عادي، بس هو عايز القشطوطه. لا مش عيب. لا عيب. بتقولي يا ماما ايه الامباليه ده يا ماما؟ عيب يا ماما. قلت لها لا مش عيب. المهم ايه، فقلت بقى اجيبه واجربه معاكم. وكل سنه وانتم طيبين، خلاص رمضان بقى جاي، يعني رمضان قرب جدا جدا وفاضل ايام قليله قوي قوي على رمضان. وطبعا بقى اللي فرز حاجته فرزها واللي عمل حاجته عملها، وخلاص بقى مستعدين استعداد تام لرمضان. كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه يا رب بخير وانتم طيبين واولادكم كده طيبين، ودايما كده في بيتكم وفي وسط عيالكم وفرحانين ومبسوطين، وما يجيش يا رب دايما عليكم رمضان الا وانتم سعداء ومبسوطين وفي احسن حال. يلا مع بعض بقى كده. احنا داخله علينا من رمضان وفي المدارس عايزه تجيب فانوس، قلت لها لا مفيش فوانيس السنه دي، السنه الجايه. المهم ايه، جبنا بقى الامباليه وقلت هجربه معاكم وتعالوا نشوفوا بقى اسعاره ايه. جايبين من المانجا وبالنوتيلا وباللوتس. وباللوتس صح كده. ما انت حافظه اهو. وبعدين انا اللي طلبت الاوردر مش انت. هي جانا عايزه ايه، كل واحد ليه طلب او كل واحد عايز ياكل بطعم. انا عايزه اكله بالمانجا، انا عايزه اكل باللوتس هي عايزه تاكل باللوتس وبالنوتيلا. قلت خلاص اجيبهم. وبصراحه لما انا رحت الفرع اللي انا رحته كان مش متاح الا الانواع دي، يعني اللي هو بالمانجا وباللوتس وبالنوتيلا. وعشان احنا رحنا في وقت ما كانش متاخر قوي، يعني الساعه 8 9 بالليل كده، بتلاقي الوقت ده بقى زحمه جدا هناك. بس احنا يعني الوقت كنا ايه قبل كده، يعني كنا على الساعه 5 المغرب 4 المغرب، فطبعا ما كانش الوقت ايه ما كانش الوقت متاخر، فكان المكان مش زحمه قوي. يلا مع بعض بنفتحه بقى. احنا طولنا عليكم الفيديو، بس احنا فعلا مجرد ما احنا بنفتح الكاميرا بجد بنحب نتكلم معاكم جدا. بنحب نتكلم معاكم قوي. ربنا كده يديمكم يا رب دايما نعمه في حياتنا، وقناتنا كده تكبر بيكم. وخلاص رمضان جاي زي ما قلت لكم، ان شاء الله هنعمل مع بعض في رمضان فيديوهات حلوه قوي قوي. عشان كده لازم بقى تدوسي اللايك وكمان تفعلي زر الجرس وتدوسي اشتراك عشان ان شاء الله يوصلك كل الفيديوهات اللي انا هنزلها. بس الفيديوهات وربنا كده يا رب دايما يديمكم نعمه في حياتي. الفيديوهات يعني اللي احنا هنعملها في رمضان انا اللي هعملها. هم اكيد مش سامعينك يا جان، صوتك وجهي. الفيديوهات ايه؟ الفيديوهات اللي في رمضان انا اللي هعملها. ايوه مش ماما. ده انت صوتك في الحقيقه معانا اعلى من كده يا جان. تيجي قدام الكاميرا توطي صوتها. المهم تعالوا بقى يلا ندوق مع بعض ونشوف الاسعار ايه، ونشوف بقى كمان شكله ايه من جوه وايه مكوناته. زي ما قلت لكم طبعا احنا بنشوف المكونات وبنرجع تاني نعملها مع بعض، لان احنا دايما ايه بيطوع عننا مثلا ان احنا عايزين ناكل حاجه حلوه، نعمل حاجه حلوه للولاد، حاجه سريعه حاجه سهله، اكله سهله. وطبعا لما بيجي بقى المدارس ويجي الدروس على قد كده بنفكر ان احنا ندخل المطبخ ونعمل للولاد حاجات حلوه، بس في نفس الوقت حاجات ما تاخدش معانا اي وقت خالص وتكون سهله وسريعه وما تاخدش مننا اي مجهود. فطبعا كل ده هنعمله برده مع بعض. لو انت عايزه وصفه سريعه، اكله سريعه، حلويات سريعه، كل ده برده اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله نعملها مع بعض. يلا بقى مع بعض نشوف بقى احنا كده جبنا ايه. انا اللي انت هتفتحي ولا انا؟ طب يلا سمي الله وافتحي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه السحر اهي. الامباليه بقى سعرها ايه؟ احنا جبنا الثلاث انواع اللي هي بالمانجا وباللوتس وبالنوتيلا. المانجا سعرها 75 جنيه،
اللوتس 75 والنوتيلا ب 65. طبعا هي اسعارها غاليه عن الكشري بلبن وعن القشطوطه، بس بقى هنشوفها هل هي تستاهل فعلا السعر ده ولا لا. عشان كده دايما بقول لكم ان حاجه البيت بتبقى احلى واجمل وانضف واوفر من بره بكتير جدا. اديكم شايفين طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، واللي متابعني وعارف في فيديوهاتي ان انا قلت لكم قبل كده طبعا ان حاجه البيت انضف واوفر. فده اكيد ليه؟ لان طبعا انت لما تجيبي مثلا كنافه من بره من عند مثلا اتول او من اي مكان او من العبد او من اي مكان زي ما انت بتعمليها في البيت، وكمان في البيت بتبقى طعمها احلى واجمل. مين متفق معايا في الراي ده؟ برضو لما عملنا الكشري بلبن برضو كان في البيت اوفر واحلى، وكان طعمه بجد خطير حلو جدا. بالنوتيلا اللي كان بالنوتيلا كان جميل قوي، بالمانجا عملته برضو بكذا طعم. وعملت باللوتس. فعايزه اقول لكم وعملت باللوتس. وطبعا ايه عايزه اقول لكم، فعشان كده قلت لكم ان حاجه البيت احلى وانضف من بره بكتير قوي واوفر كمان. اديكم شايفين الاسعار، بس طبعا يعني مش هينفع برضو الولاد يبقوا محتاجين حاجه وعايزينها ونقول لهم عليهم لا. ربنا يقدرنا كده دايما على تربيتهم ويعينكم كمان كده على تربيه اولادكم، وامين يا رب العالمين. وما تبقاش محتاجين اي حاجه الا لما تكون ان شاء الله في استطاعتكم ان تجيبوها لهم. امين يا رب العالمين. طبعا امنوا على الدعاء لان الايام دي ايام حلوه قوي قوي في استجابه الدعاء، وربنا يا رب يتقبل مني ومنكم امين يا رب العالمين. يلا بقى مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع البتاع على اوه ده اللي باللوتس. هاتي منديل يا جوجو عشان بيقدر في اللبن فيه كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنطلع. هاتي كمان اللي بالمانجا. ده اللي بالمانجا. يبقى كده اللي بالمانجا ب 75 واللي باللوتس ب 75 برضو. بالنوتيلا بس هو الوحيد النوتيلا ب 65 جنيه. يلا بقى بس ده بقى اللي بالنوتيلا. يا سلام. يبقى لوتس مانجا نوتيلا. خدي بقى معلقه وهاتي الكيس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو هنا كاتبين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم اللي احنا اشتريناه فيه وهو صالح من اليوم اللي انت اشتريتيه فيه لمده 3 ايام فقط. تمام. يلا مع بعض ندوق. هتدوقي ايه اول حاجه يا جنى؟ هنقول هاتي بيدك. هاتي بيدك. زبادي شيلو كله على دي. يا كتكوت روحي السوق هات البيضه من الصندوق اوعى تاكلها طق تموت. يلا تموت. اللي بالنوتيلا. عيش ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ايه الامر يعني؟ التاني كان طبقه رز بلبن، لكن هي نفس طبقه الكيك. بصوا اللي هي الكيكه عليها كريم الجانتيه عليها الصوص اللي احنا عايزينه، واللي هو الامبليه اللي تحت خالص ده اللي هم بيقولوا عليه. بصوا هندوقه كده بقى ونقول لكم طعمه عامل ايه. طب ما تدوقي انت. لا دوقي انت. ليه؟ طب دوقي معايا. لا دوقي انت. دوقي معايا اسمعي لا كلامي. دوقي انت الاول وانا الاول بس وقولي لي طعمه ايه. يا بنتي دوقي معايا اسمعي مني. يوه خايفه. ماما بصوا بقى احنا دوقنا اللي هو بالنوتيلا الكيكه مع كريم الجانتيه مع اللي هو الصوص النوتيلا حلوه جدا، لكن الامبليه اللي هو ده اللي هو محطوط الاول وبعد كده حاطين الكيكه فوقيه لا مش حلو. لا لو هي بقى طبقه رز بلبن زي اللي هو القشطوطه كان احلى. فانا طبعا لو انت هتروحي بلبن او خرجت انت والولاد وعوزتوا ان انتوا تطلبوا حاجه لا الامبليه ده ما رجحش بيه. بس طبعا القشطوطه كويسه حلوه جدا. تعالوا بقى اللي هي القشطوطه اللي هي برز بلبن، ما في ساده وفي برز بلبن. تعالوا كمان نجرب اللي هي باللوتس. ايه هنعمل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطه ده. هاتي المعلقه الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا واخدين من فوق من تحت لا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي برضو ما قلت لكم ان الكيكه حلوه قوي، يعني الكيكه اللي فيه كويسه قوي قوي، وطبعا اللوتس ممتاز من تحت. لكن الطبقه اللي هم حاطينها اللي هي الامبليه دي ممكن تكون ناس جابتها وحبتها، بس انا عن نفسي لا ما حبيتهاش. يعني لو انا هجيب تاني ممكن اجيب القشطوطه وممكن اجيب اللي هو القشطوطه برز بلبن اللي هي القشطوطه العاديه. الكشري بلبن برضو كان كويس مش وحش. يعني لو انا هجيب تاني للولاد او هم عايزين حاجه لا اللي هو القشطوطه العاديه احلى. تعال نجرب بقى اللي هو بالمانجا. لا مش هنعمل من اللي تحت اللي هي الطبقه اللي حاطينها من تحت صح؟ تعالى
الأمبلية. تعالي كمان نجرب بقى مع بعض اللي بالمانجا. بالمانجا؟ ده بقى اللي بالمانجا. انا بحب اللي فوق. طب الجزء اللي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالمانجا فظيع، حلوه قوي قوي قوي. المانجا على طول المانجا فريش وطازه وحلوه جدا. طبقه الكيكه دايبه وناعمه قوي قوي. كريم الجانتيه طازه وحلو جدا. بس زي ما قلت لكم الثلاث انواع احسن من بعض. طب انت عايزه تجيبي امباليه وتجيبيه بأنهي نوع؟ هتجيبيه باللوتس. باللوتس احسن نوع، صح يا جنى؟ لو هتجيبوهم هتجيب. لكن القشطوطه كانت كراميل، بالكراميل جميل قوي. بالكراميل حلوه جدا. طب خلينا بقى في الامباليه. طبعا الامباليه زي ما قلت لكم، لو انا هرجح ده ولا القشطوطه، لا هقول لك هاتي القشطوطه لو انت خارجه مع الولاد وعايزين ياكلوا حاجه من بره ويجربوها، لكن انا ما انصحش بده. لكن طبقه الكيكه ممتازه جدا، طبقه الكريم جانتيه حلوه قوي، وكمان المانجا اللي عليها او الصوص اللي من فوق حلو جدا. هندي كام بصراحه؟ انا عن نفسي يعني 7 من 10. ده اللي هو بالمانجا 7، واللي بالنوتيلا 7، لكن ده اللي هو باللوتس اديله 9 من 10. ده وانتي؟ ده 10 من 10، وده 10 من 10، وده من 10 من 10 جدا. بجد؟ يعني هي عجبها معنى كده؟ انا عجبني بس من تحت طعمه ما تجربوش من تحت. لو انتوا عايزينه ما تجربوش من تحت. يعني قصدها الطبقه اللي هم حاطينها في الامباليه من تحت دي مش حلوه. لكن الثانيه اللي هي طبقه الكيكه طريه وناعمه قوي، كريم الجانتيه حلو قوي، فيها طعم كده مسكر. كمان اللي هو المانجا طعمها، والمانجا فريش وحلوه جدا صراحه. يعني ايه، لو انتوا هتجربوا جربوا من فوق ناعمه، من تحت انتوا لو هي قصدها القشطوطه بس، ما هي دي قشطوطه بس هو عاملين الامباليه من تحت وحاطين عليها القشطوطه. فانتوا لو هتجربوا او هتجيبوا، لا هاتوا القشطوطه لوحدها، ممتازه قوي خفيفه وعارفين احنا كمان بناكل ايه. وكمان لو هتقومي تعملي الولاد صينيه كيكه في البيت وتعمليها لهم بكريم جانتيه وتحطي لهم كده صوص الكراميل، والله يطلع معاكي زي العسل وزي السكر. وربنا يا رب كده دايما يحسن ما بين ايديكم. شفتوا يعني الثلاثه دول بكام؟ ب 200. ب 215. هل انت لو عملتي صينيه كيكه في البيت وحطيتي طبقه كريم جانتيه وجيتي حطيتي صوص الكراميل او حطيتي عليها مانجا او حطيتي عليها نوتيلا، هتكلفك المبلغ ده؟ اكيد لا طبعا. وكفايه اللي انت عاملاها في البيت وضامنه نظافتها، وكفايه كده لما يعني بصوا كده بقى لما نيجي نشغل الفرن وريحه بقى كده الكيكه تخرج كده بقى من الفرن كده في البيت وتفرح كده الولاد. خلصتي يا ماما صينيه الكيكه اللي احنا عايزينها. ربنا يا رب يخليكي كده دايما لاولادك ويخليهم لك، امين يا رب العالمين. وزي ما قلت لكم لما اجي ادعي دعوه قولوا امين ورايا، عشان طبعا ان شاء الله ربنا يستجيب للدعاء. ما اما كده يعني ايه في اسمها ايه في رمضان ولا في ايه؟ في رمضان. في رمضان جنى حامله هم رمضان من دلوقتي، قاعده تقول لي رمضان والمدرسه رمضان والمدرسه. اصل جنى في الدور الرابع. جنى في الدور الرابع، يعني هي بتطلع 4 ادوار، فبالنسبه لها يا ماما انا صايمه. والشنطه بقى في سنه رابعه، وانتوا عارفين وما ادراك ما سنه رابعه. اللي طبعا الكتب بقى بسم الله ما شاء الله كتير، والشنطه بصراحه بتاعتها تقيله، بصراحه تقيله. المهم بتطلع دور رابع، فمن دلوقتي حامله هم رمضان. يا ماما قلت لها خليها على الله، ان شاء الله خير ان شاء الله خير. فطبعا انا عارفه ان انتوا كل الامهات تعبانه مع اولادها جدا، كل الامهات ربنا يعينها مع اولادها. بس ربنا يقويكم كده على بيتكم وعلى حياتكم وعلى اولادكم، امين يا رب العالمين. طلبات الولاد اكيد ما بتخلص، بس صدقيني ربنا بيعين وربنا يقوينا ويعيننا، امين يا رب العالمين. خلاص كده جربنا معاكم الانواع. وطبعا انا قلت النهارده اطلع لكم بالفيديو ده لان احنا جبناه، وقلت لجنى لا احنا لازم بقى نجربه معاكم زي ما احنا متعودين ان احنا بنعمل اي حاجه حلوه، اي حاجه في المطبخ، اي اكله كده عظمه، اي فكره حلوه، اي حاجه بنجيبها من بره بنجربها معاكم. قلت كمان لازم لما نجيب بقى الامباليه ده لازم كمان اجربه معاكم واقول لكم رايي. بصراحه انا عن نفسي مش هكررها تاني. بس اي حاجه من بره يعني ايه، مش بنجيب حاجات كتيره من بره. اي حاجه بناكلها من بيت. اي حاجه مش بتعجبنا من بره زي دول كده ايه ماما بتعملها لنا في البيت حلوه من تحت. احسن لكم تجيبوا اللي هي القشطوطه حلوه، يعني حاجه احنا عارفينها، كيكه عليها كراميل عليها صوص نوتيلا مانجا لوتس، الكلام ده كله. وبرده زي ما بقول لكم احسن حاجه البيت. قومي اعملي لاولادك صينيه كيك كده في البيت احلى واجمل بكتير من بره، وربنا يا رب يقدركم عليهم. اسمه الكشري بلبن جيبوه برده هيعجبكم، كان حلو برده من بره، وكمان لما عملناه في البيت كان احلى.
نشوفكم بقى على خير ان شاء الله في فيديو اللي جديد، جاي. وان شاء الله نعمل مع بعض احلى الاكلات واحلى الوصفات. بس ما تنسونيش بقى اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا في لايك ما تنسوش لايك واشتراك في القناه وكومنت وكومنت حلو منكم. وما تنسوش على اسمها ايه على السوشيال ميديا. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو احنا هننزله، وان شاء الله قناتنا تكبر بيكم. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.